فكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقة، حيث كان جسده متكاملا متناسبا حسنا جميلا. فكان صلى الله عليه وسلم ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا القصير، بعيد ما بين المنكبين، رحب الصدر، ضخم الأعضاء مع تناسبها. وكان صلى الله عليه وسلم وجهه أحسن الوجوه، أزهر اللون، مشربا بحمرة، مستديرا مع سهولة الخدين. وكان صلى الله عليه وسلم أكحل العينين، أدعجهما، أسبغ الحواجب في غير قرن بينهما. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الأنف، أقنى العرنين، حسن الفم، مفلج الأسنان، براق الثنايا، كث اللحية، حسنها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم توفى الله نبيه وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء، إنما كان شمط عند العنفقة وفي الصدغين والرأس يسيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يتخذ شعر رأسه أحيانا يبلغ شحمة أذنيه، وأحيانا يبلغ منكبيه. وكان صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يسدله، ثم عدل إلى تفريقه على جانبي الرأس. أيها المسلمون، هذه صفات النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفاته الخلقية، ذكرناها لفائدة عظيمة، وهي أن بعض الناس يرى في المنام رجلا فيقع في قلبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصبح يحدث الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان هذا الرجل الذي رآه على الصفة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما إذا كان على صفة غير صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها، فليس هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من رأى غيره من الناس، فإنه من الجائز أن يكون الشيطان قد تمثل به، لأن الشيطان قد يتمثل للإنسان في المنام بصورة أبيه الميت أو الحي أو أحد من أقاربه أو أصحابه، وليس هو إياه.